تكتشف يوم بعد يوم الأحداث الجديدة حول مسلسل باب الحارة الجزء 13، والذي ما زال ينتظره العديد من الجماهير العربية حتى الآن، خاصة بعد تغيير أغلب أحداث المسلسل والذي عرفناها في الأجزاء الأولى. وفي هذا الجزء الجديد سوف يعود العديد من الممثلين إليه، مثل عودة أبو غالب وأم بشير والحكيم حمزة وأبو ساطور وغيرهم من الفنانين. أما عن أحداث مسلسل باب الحارة الجزء 13، ستعود أم بشير إلى حارة الضبع بعد ترميمها من القصف الذي تعرضت إليه من قبل الفرنسيين، والذي سوف يخرجون من سوريا. وفي أحداث هذا الجزء صرحت الفنانة السورية سحر فوزي بدور أم بشير أنه سوف يكون لها حدث كبير ومفاجئ بينها وبين الشيخ عبد العليم. أيضا عودة أبو ساطور، والذي سيكون دوره فيه شر أكبر بكثير من الأجزاء السابقة، وسيكون مصدر فتنة في الحارة وقيام هوشات مثل ما كان يحدث في الأجزاء السابقة. وكما ستشارك في هذا الجزء كل من رباب كنعان وروعة ياسين وغيرهم من الفنانين، ونزار أبو هجر وبراء الزعيم وغيرهم من الفنانين. كما صرح المنتج محمد قضان أن باب الحارة سوف يكون أقوى مسلسل لهذا العام، خصوصا بعد أن قدم تنازلات وبعض من الشروط. وصرح سابقا أيضا بأن باب الحارة سوف يستمر حتى الجزء 30، طالما هنالك العديد من الجماهير العربية تتابع هذا المسلسل. وهل تتوقعون نجاح باب الحارة مستمر أو لا؟ اكتبوا لنا بالتعليقات آراءكم حول باب الحارة على مدار 3 أجزاء، اللي أقصد بها تحت إدارة شركة قبنط. وبخصوص القنوات الناقلة لباب الحارة، حتى الآن قناة سوري دراما ستنقل مسلسل باب الحارة، أيضا قناتنا على التليجرام إن شاء الله راح تنقل لكم باب الحارة. وحين هنا نصل إلى الختام. لو أعجبك الفيديو أتمنى من حضرتك تدعمنا باللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل زر التنبيهات حتى يصلك كل جديد وحصري على القناة. وإن شاء الله راح نوافيكم بهم التفاصيل الحصرية بخصوص باب الحارة وغيرها من المسلسلات. أشوفكم إن شاء الله فيديو جديد آخر. مع السلامة.